الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم علاء انسه. النهارده هنتكلم عن المشاكل الفيصلة اللي هي المشاكل اللي ايه يعني ضرورية اللي على طول مشاكلها كل شوية. اول مشكله اصلا واحد بيشتكي ان المكنه صوتها عالي وما بتجريش. تمام، ده بالنسبة للصوت العالي ومفيش سحب، ده ورق دبرياج، ورق ده دبرياج. اساسي. تمام. تمام. واحد تاني بيقول ان يعرف منين المكنه بتاعته جايبه شفط ولا لا، المكنه بيستنج يعني. بتبان هو لو ركيب تمام هتبان معاه في طلعتها. تمام. خلاف كده طبعا ده موضوع تاني بالنسبة للميكانيكي سهل يعني. تمام. طيب بالنسبه لموضوع هل موضوع التفتفه ده الزيت على بيطلع الكبريت ده فعلا شفط؟ لا التفتفه اللي بتطلع من الكربورتير اصلا ده شفط. اللي كده وش الكربريتير معرق بنزين. معرق بنزين وزيت جامد، ده تمام. تعرف ان الشفط بتاعك خفيف فتفتف معاه. تمام. واحد تاني بيشتكي ان الفايز بتاع اللي بينزل على الموتور من ورا كتير. تمام. ده عيب ايه؟ ما ده عنده يا اما شفط يا اما مثلا خرطوم بنزين بيسرب بنزين يا اما ابره الكربورتير بتعلق. تمام. لا طب والفايز الزيت الكتير؟ الفايز الزيت ده ممكن هو يكون حاطط بردك زيت زياده عن اللزوم. فالمكنه بتاخد اللي هي عايزاه والزياده بيطلع بره. تمام. واحد تاني اصلا بيشتكي ان المكنه على الصلنسيه مثلا او هو ماشي فجاه بتتظبط وفجاه ما بتتظبطش، يعني بتكركر او بتعلى وبتوطى فجاه. بترتل معاه. هنقول لا بترتل. ده تمام. عندي ظبط كربورتير. تمام. تمام. كغسيل وكده ولا دي حاجه؟ غسيل او ظبط او حاجات عايز صغيره. بالنسبه لبيت صلنسيه، بيت سرعه، تمام، عوامه، تمام، دي ابره الكربورتير. طب موضوع العلو والوتو ده بيبقى ولسي كهرباء. ولسي كهرباء. تمام. ده الناس كلها فاكره ان هو بيمنع زيت وما بيمنعش زيت، بيمنع تنفيس الهواء بتاع الموتور. تنفيس الهواء بتاع الموتور بحيث ان هو يفرغ هواء على الساعه، فايه اللي بيجري لما الساعه بتاخد هواء؟ مش الساعه بتاخد هواء، طالما نفس الموتور ذات نفسه هواء المكنه تبدا تعلى وتوطى معاه. تمام. عشان عندي في قلب الموتور في مبخره زيت. تمام. المبخره دي وظيفتها اللي في المكنه طول ما هي المكنه دايره تروس شغاله من جوه بيعمل معاها ايه؟ ضغط هواء. تمام. ضغط الهواء ده لما بيطلع بره المكنه ايه اللي بيتم؟ تلاقيها مش مظبوط، تعلى توطى، تعلى وتوطى. فلازم المدخنه او اللي هي المبخره تبقى مظبوطه او سالكه هي، والسيل يكون راكب مظبوط ما يكونش فيه مشاكل. طيب واحد تاني اصلا بيسال المكنه ما بتسحبش معايا او ما بتجريش. تمام. يعني الاول ماسكه بتجيب 100 وكذا، بعد كده بدات تتخنق. تمام. فده في 3-4 عيوب. ايه هم؟ عندك شكمان مسدود، في بيستم، ورق دبرياج، كربورتير، بيكات واسعه. تمام. دي اللي تقل معاه السحب زي ما انت. اي عيب منهم يخلي المكنه تتخنق. اي عيب ما يخليش المكنه تجري. تمام. تمام. واحد تاني يا اسطى بيشتكي ان طول ما هو ماشي مثلا فجاه المكنه خلفت معاه كهرباء. تمام. ده بيبقى الكهرباء كانت مثلا كانها داست فرامل راحت فكه تاني، دي معناها ايه؟ دي معناها يا اما هو عامل بيستم المكنه قفشت منه. تمام. يا اما عملت راجع كهرباء مع السرعه. تمام. ده يبقى عيب ايه ده؟ فيها عيب مبينه بايظه. وانهي مبينه، التكرير ولا جوه الساعه؟ لا، يا اما مبينه داخليه يا اما الكتروني. لو بالنسبه للمكنه ايطالي ممكن تكون مبينه التكرير. تمام. المبينه اللي ورا دي. المبينه اللي ورا. طيب عيوب الساعه هنعرف منين ان الشراره لو طالعه لونها ازرق يبقى المبينه شغاله تمام. المبينه تمام. طب لو الشراره لونها ابيض محمره قصدك يعني بتبقى ضعيفه شويه بس برضك شغاله. دي بقى ضعيفه اللي هي مبينه التكرير مش الساعه. التكرير مش الساعه. طب لو انا اعرف ان الساعه امتى يا اسطى يعني قربت تودع او ان هي خلاص على اخرها؟ لا ايه بالنسبه للساعه المباين بتاعتها محمصه. تمام. لونها غامق، اصفر غامق او بني غامق. محمصه. تمام. لكن هي ما بتديش يعني اداء في الكهرباء تعرفنا ان هي قربت تبوظ. لا. طيب امتى اعرف ان المبينه هي اللي بايظه ولا الفحمايه اللي بايظه؟ اعرف منين؟ من الشراره؟ انت كركيب مش هتعرف. مع واحد صناعي واعرف الكلام ده. لا اصل وانا بدور هل دي هتبان معايا؟ الدواره ما لو سلوكها راكبه تمام هتديك مثلا كهربة الساعه. تمام. طالعه كهرباء تمام. تمام. هتيجي تحطهم في المبينه مش مطلعه يبقى المبينه اللي بايظه. تمام كده. يعني لازم نختبر الكهرباء قبل ما نغير حاجه. لا قبل ما ندخلها في المبينه التكرير. قبل ما تدخلها في مبينه التكرير لازم تجرب الكهرباء. اطلع الشراره برضه، الشراره بتاعت الكهرباء. بتاعت المبينه الداخليه. تمام. دي بختبرها بأنهي سلكه اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ الفرده الخضراء عامه في هندي ايطالي زباط. يعني بدور بكارك بالمنافله اشوف الفرده الخضراء. المنافله والفرده الخضراء اللي طالعه من الساعه بتلمسها في المكنه. لو بتطلع شراره كده اهو يبقى الكهرباء يبقى حلو يبقى تمام. يبقى الساعه تمام. يبقى كده ارجع اختبر الايه المبينه ان انا اعرفها بايظه ولا لا من الشراره. اذا كانت زرقاء يبقى تمام. لو غير لو محمره يبقى المبينه تعبانه. طيب واحد تاني اصلا بيتكلم وهو ماشي بيسمع صوت صفاره دايما بعد الغسيل. تمام. من ورا صفاره. ده عندي زنان بتاع فلاشر. الزنان ده لما بيجي عليه ميه لازم تلاقي الصوت معلق شويه. تمام. طب لما يسمع صوت حكه في الطنبوره بعد الغسيل هيضطر ان هو يصنفر ولا هيغير؟ اللي هو يفك الطنبوره ينشف تقيل ويصنفر عادي. يصنفر الطنبوره نفسها؟ تمام. واحد تاني اصلا بيتكلم ان الجنب عنده بيدي يعني ساعات كده الفلاشر بيلاقي الفلاشر دايما اليمين منور ما بينورش ويطفي.
بينورش ويقفل. يفضل منور على الجنب طول. التاني شغال. الجنب التاني شغال. لا ده كده يبقى في عنده عطل. يبقى الجنبين شغالين على فرض اعلى خالص. تمام. طيب لو هو مشغل مثلا، يعني مشغل قدام منوره جامد وورا مش منوره، تمام. يعني قدام ما بيديش فلاشر والجنب مثلا اللي ورا ثابت، فهل كده ينضف الصباع بتاع الكهرباء ولا يعمل ايه؟ صباع الكهرباء يا اما ينضفه، يا اما يلاقي سلك الفلاشر مقطوع، يا اما فرده من المفتاح. تمام. تمام. انت عندك كذا ليها كذا موضوع، يعني مش فرده واحده ولا حاجه واحده. تمام. طيب في ناس اصلا دلوقتي بتتكلم ان السلك بتاع الدبرياج لو اتقطع منه وهو ماشي تمام. هيعمل ايه؟ لو ماشي في منطقه ما فيهاش. ماشي مثلا في طريق ما جنبوش ميكانيكي. تمام. هيضطر اللي هو يعمل ايه؟ هيمشي بمكانته زي ما هو الاربع غيارات العادي. نعم. بس قبل ما يجي يقف يروح ممور المكنه. تمام. طب هو هيدورها ازاي؟ هل يزق برجله زقه صغيره فتدور؟ لا المكنه هتدور معاك منافذها قبل ما اطلع بيها اولاني، يروح محركها برجلها كده ايه؟ ازقها زقه مسافة خفيفه عجلتين ولقط الغيارات. واديها بالورا تمشي. طيب لو انا ماشي وسلك البنزين اتقطع مني نفس الكلام برضه اعمل نفس ايه؟ الكلام. تعمل ايه لو عايز تمشي نفسك؟ في مسمار الصوانسيه بتاع الكربورتير. اللي هو المسمار اللي هو اطول مسمار في الكربورتير. هو مسمار الصوانسيه هتربطه للاخر. تمام. غصب عن المكنه تعلى معاك. الصوت او الار بي ام بتاع المكنه عالي جدا. عالي جدا، فانت تضطر ان انت تسيسها على قد المستوى. هل كده المكنه تمشي لوحدها؟ تمشي لوحدها. تمام. تمام. وغيارات عادي جدا. بالنسبه للغيارات نفس النظام. طيب دلوقتي في حاجه ثانيه، اصل واحد ماشي سلك الفرامل بتاعه اللي ورا قطع. تمام. فقال الحل، هل الحل ان هو لو عايز الفرامل يدي غيار اقل ولا في طريقه ثانيه؟ ما هو في طريقه ثانيه، لو معاش فرامل قدام. لا قدام، كأن اللي قدام مش موجود. كأن قدام مش موجود، هضطر ان انا ابطل المكنه وارجع غيار على قد بحيث انها تقلل تهدي المكنه قبل المكنه على قد ما انا اقدر. تمام. لكن ترجع غيار سريع ده انت بقى انت ورزقك. تمام. واحد تاني اصلا يعني بيسال ان طول ما هو ماشي في الفيسبا يجي يدي بنزين فجاه المكنه تبطل منه. تخنق تبطل. ده ظبط كربورتير. ظبط كربورتير. هو المفروض يطلع المسمارين النحاس ينضفها. تمام. البكات. البكات ممكن عموما. يكون في بكات ضيقه. تمام. مش كل الكربورتير نفس الرقم واحد. تمام. واحد تاني بيقول ان المكنه الغيارات بتاعته بتلطش في بعض، يعني يجي يدي مثلا التاني تلاقيها مورت او كده. تمام. ده عيب ايه؟ ده عندي يبدا من اول سلكتوره. تمام. الصباع ده ليه مفكوك. صليبه. صليب. طبعا اقوى حاجه فيهم او اصعب حاجه فيهم تبقى الصليبه اتكسرت او حاجه. الصليبه يا اما طقم التروس بقى مطرم من جوه، اللي هو بنقول احنا عليه عايزين نجلخه. تمام. ده يعني كل العيوب دي سبب ان الغيارات تلطش في بعض. الغيارات تلطش في بعض. طيب في واحد تاني اصلا بيشتكي ان الغيار بتاع الرابع ما بيجيش. تمام. ايه ده عيب ايه؟ ده ظبط فتيس. ظبط فتيس، ان لو الرابع ما بيجيش مع كل الغيارات ما عدا الرابع. يا اما غالبا السلكتوره بتبقى بايظه. طيب في واحد برضو تاني بيسال ان لو المكنه يجي يدورها الصبح بتتعبه لحد ما تدور. تمام. يعمل ايه عشان لما يديها ايه؟ يدور معاها اسرع يعني. مثلا عشان تدور وتمشي تاني يوم الصبح. تمام. دي غالبا كده برضك فيها ظبط كربورتير. غسيل كربورتير؟ لا فيها ظبط كربورتير. بالنسبه للعوامه ترمي بنزين زياده تشرق المكنه. تمام. هو عشان يريح نفسه لحد ما يروح المكنتين بتاعه يقفل بنزين قبل ما يركب المكنه. تمام. يوم الصبح فده دايما يبقى عيب ابره او عوامه. طيب واحد تاني بيشتكي ان هو بيجي يدور يلاقي الشكمان نزل بنزين. تمام. دي كده تبقى ابره الكربورتير معلقه. طب دي معلقه ولا بايظه اصلا؟ لا دي معلقه. مش بايظه. طالما علقت معاك لازم تتغير. تمام. تمام. طيب في واحد بيجي بس يقول لي ان انا باجي ساعات لما المكنه تبقى سخنه تدور بسرعه ولما تبقى بارده ما تدورش. ما تدورش. تمام. ده الكهرباء بتاعتها ضعيفه. الكهرباء ضعيفه. فمحتاج كده ان هو يغير ايه بالظبط؟ هيغير معاه فحمايه. الفحمايه دي بتديني ايه؟ اللي هي جوه الساعه. تمام. اللي جنب بيت الكهرباء. تمام. طيب متشكر جدا يا استاذ علاء، وان شاء الله كده على النصايح دي، وان شاء الله كده نتقابل ايه في فيديوهات تانية ان شاء الله.